السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. من وين اخوي؟ والله من سوريا، من ريف حلب. من ريف حلب. متشرفين معرفتك. كم إلك سنة غربة؟ والله من خلقنا على الدنيا غربة. من خلقتوا على الدنيا، ايش يعني؟ انت ولد هون؟ لا والله هنا ببروكسل ما صار لي 15 يوم. بس في اوروبا؟ بأوروبا 15 يوم. كنت قبل بتركيا 5 سنوات ضليت بتركيا. جيت عن طريق البر؟ على طريق البر. اي والله. كيف كانت الرحلة؟ والله صعبة، شهر كامل على الطريق. كانت صعبة يعني. اي بالله صعبة. صعبة صعبة بالحيل. اي بالله. وايش اللي جابك على بروكسل؟ جيت مشان انا متجوز طبعا، ندور حياة افضل الي ولاولادي، احسن من تركيا. يعني تركيا ما ارتحنا فيها 5 سنوات، ما ارتحنا فيها. جينا هون ندور على حياة احسن، مستقبل احسن مشاني ومشان اولادي. ان شاء الله بالله. ربي يوفقك. الله يسلمك حبيبي. وقوانين بروكسل يعني حلوة للعرب للمتغربين؟ والله حلوة. انا ما صار لي 15 يوم في عالم اجت قبلي، قوانينها حلوة مشان الامان ومشان حق اللاجئ. يعني تمام، وضع تمام على كيفك. كيف العرب هون مندمجين؟ يعني في عرب تعطي صورة حلوة للعرب او في عرب لا يعني؟ لا والله من ناحية العرب يعني بتعطيك صورة حلوة. يعني ما فيها العنصرية مثل تركيا. يعني تعذبنا بتركيا كثير. جينا لهون ندور حياة قلت لك أحسن إلي ولأولادي. اصعب موقف صار معك في الغربة؟ أصعب ما فهمت عليك. في موقف صار معك في الغربة صعب خلاك تشتاق لبلدك الأم، خلاك في اللحظة هيك تتمنى أنك تكون في سوريا؟ والله كل ساعة بالغربة أتمنى بكون سوريا، بس الأوضاع هي اللي خربت علينا. يعني أنا كل ساعة بالغربة أتمنى حالي عايش بين أهلي، بين ناسي، بين بلدي وطني. إيه بالله. تقدر توصف لي الغربة في كلمة؟ والله ايش بدي اوصف لك؟ لا اوصف لك. غربة صعبة حجي، مرة. غربة مرة؟ اي بالله مرة. هاي وصف كل الناس بيوصفوا هاي الوصف. اي بالله مرة ما تراد. وكيف الأهل هون معناتها كيف قدمتوا على الورق في هون في بروكسل؟ والله ما تعذبنا. تعذبت على الطريق، قلت لك ضليت شي شهر على الطريق، برد جوع صعب خوف، لبين ما وصلنا لهون. ووصلنا من هون ريحنا. حاط ببالي هلا مشان اولادي ومشان بلش باوراق لم الشمل، بدي اجيب اولادي لهون، بلكي يعني تصير لنا حياه افضل من تركيا وافضل من سوريا ان شاء الله. عائلتك لسه في تركيا؟ لسه بتركيا ايه. وانت لسه بتقدم الورق عشان تعمل ضم الشمل؟ لم الشمل ان شاء الله اذا الله يسر. الله يوفقك ان شاء الله ويلم شمل عائلتك وتكون تحسن حياتك اللي جيت عشان تحسنها، والله ان شاء الله يفرج على سوريا وكل بلدان العرب. حبيب قلبي على راسي. الله يوفقك زاد انت ويفرجها على ام السيده محمد اجمعين. توجه كلمه للمتغربين او الناس اللي تفكر باش تتغرب؟ والله ايش بدي اوجه ما بعرف. اي كلمه. الله يعين العالم والله يكون معهم بالغربي وبرات الغربي وين ما كانوا يكونوا. الله يحفظك اخي، متشرفين بمعرفتك. الله يخليك. يلا السلام عليكم.